وسهلا. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اتفضلي انت على الهوا. تمام. أنا كنت عايزة بس أحكي قصة أنا اتفضلي. عايشاها. اتفضلي. أنا عروسة. ايوه. أنا متجوزة بقالي بالظبط سنتين. امم. أنا جوزي اتجوز عليا بعد بشهرين بالظبط. اتجوز عليكي اه، بعد شهرين؟ بعد شهرين من الجواز. ده ايه السرعه دي؟ ده عارفها امتى اصلا؟ اللي أنا عرفته إن هو عارفها من قبل الجواز، عارفها معرفة قديمة. اه. وكان بس مستني أنا طب ما اتجوزهاش هي ليه؟ ما أعرفش، بس أنا اتجوزني، أنا عرفت بعد ما ولدت ابني، بعد سنة من جوازي عرفت. امم. اللي حصل إن أنا اتجوزته، أنا جوزي أكبر مني ب10 سنين، امم. واللي اتجوزها اكبر منه هو 4 سنين، يعني هي اكبر مني ب16 سنة. امم. انا ما كنتش اعرف، بس انا جوزي حسيت منه في خلال السنة دي اللي هو متغير، طريقته متغيرة. اللي امم. كان بيعمله في اسبوع بيعمله في شهر، بيعمله في 15 يوم، مش زي الاول خالص. امم. فما حسيت ان في حاجة غلط، وبدأت اشتكي لاخواته واشتكي لاهلي، اقول في حاجة غلط. امم. عرفت بعد ما انا ولدت، انا يا دوب ولدت، بعدها ب3 ايام عرفت ان هو متجوز. هي رنت عليا، قالت لي ما تبقيش انت اللي في النور وانا اللي في الضلمه. امم. طب انت معاكي عيال منه؟ لا، انا ما عنديش عيال، ربنا ما اردش. طب انت مين ودخلتي حياته ازاي؟ ده احنا معرفه قديمه، بقالنا 10 سنين عارفين بعض. امم. طب ليه ما اتجوزكيش انت؟ عشان انا متجوزه، كنت متجوزه قبله. لقيت حياته، لقيت الدنيا بايظه، وهي كمان كبيره وعندها 3 عيال. بس دايما كان حاططني بمقارنه ما بيني وما بينها. ولما انت عرف انك عرفتي قالك ايه بقى؟ انا ده واحده شمال، ده واحده قديمه، موضوع قديم ما انا بقفله. ده والله العظيم انا بقفل الصفحه ديت عشان انا قفلت الصفحه دي وطلقتها. عشان كده انا بقى رنت عليك وقالت لك. طب قلت له طب انا ذنبي ايه؟ طب انا ذنبي إيه؟ انا عملت فيك ايه؟ كل اللي انا عملته اللي انا ثقت فيك واتجوزتك، وخصوصا اللي هو من دوله وانا من دوله تانية خالص. كمان. يعني انا سبت اهلي وبيتي وحياتي واتجهت له هو. طب ليه هو عمل معايا انا كده؟ طب انت كنت عايز تتجوزها من البداية، خدت ليه بنت البنوت؟ والمشكلة انت طلعتني كمان بعيل، يعني انا دلوقتي معايا طفل. انت منفصلة ولا لسه؟ لا، امم. لسه. كل احنا واقفين، حياتنا كلها اختبارات، حياتنا كلها واقفة على طلاق. سيرتها لما بتيجي ممكن يمسك فيا يزقني، وهو ممكن هو لسه نمسك في بعض. معاها؟ ايوه، بقى دلوقتي يوم عندها ويوم عندي. انا بابايا الله يرحمه اتوفى وانا بعدها ولدت، بعدها عرفت بخبر جوازها، بعدها عرفت ان هي حامل، ودلوقتي سقطت. كان يقول لي مين الاولى يعيش معايا؟ اللي معاكي ابنك ولا البنت اللي في بطنها؟ لخبطني لدرجه انا كنت بدأ اقول يا رب ما تتهنى بجوازتها، ما تتهنى باللي في بطنها. انا فرحت لما سقطت، ورغم ان انا عمري ما شمت في حد. بس انا حياتي دلوقتي واقفه ان احنا ممكن يحصل طلاق. يعني انا دلوقتي، انا نص الوقت كنت مقضيه في بيت اهلي، دلوقتي انا جبت له ابنه عشان يشوفه وهو بيكبر، وانا مصاريف ابنه كتير عليا. فانا حياتي مش طب انت مستقره. عايزه تتطلقي ليه؟ هو عشان انا هو مش عارفه مش يبقى مع قادر. حد غيري. اصل انا صغيره قوي ان انا اعيش مع واحده، وهي يعني واحد مقسوم نصين. صغيره قوي، يعني انا عندي 27 سنه، ده أنا لسه بقول يا حياه. لا انا حول ولا معايا قوه طفل الا عنده بالله. 9 شهور. كان يقول عليها الفاظ كتير، ويقول دي شمال ودي ودي ودي، واخواته مش معترفين بيها. كل حياته مش هتتجمع معانا في أكلة، مش هتقعد معانا. احنا مش معترفين إلا ببنوتة واحدة أو مرة واحدة اللي احنا جبناه وخلفت منه اللي هو أنا. ده أنا مراته، يعني إيه مراته؟ أنت خدتيه في السر، عيش معاه في السر. بس ودلوقتي أنا بقى الموضوع في النور. أيوه، دلوقتي بقى خلاص، بقى يوم عندها ويوم عندي. كل ما يعني أنا ساعات أنا بخاف أنام بالليل في الشقة لوحدي.
لان انا عمري ما اتخلطت بحد كان يقول لي ما تخلطيش نفسك بالجيران، ما تخلطيش نفسك بحد، انت في شقتك، ما حدش يخش في شقتك. ما اعرفش حد، بقالي سنتين في الشقه ما اعرفش حد. مم. فطبعا انا ببات في الشقه لوحدي، بخاف ان حد يخبط عليا، بخاف ان هي تبعت حد عليا، حاجات كتيره وبالرغم ان هي جت هددتني وجت رزات على باب شقتي وباقي عليها هي. مم. احنا كنا واقفين على طلاق اللي كان هيبان انا وابنه. فانا دلوقتي مش عارفه انا حياتي كده صح، ولا انا فعلا عشان ماليش حد، ولا هو مستغل ان انا ضعيفه، ولا هو حبني انا ولا حبها هي. انا ما اعرفش، انا ما اعرفش، انا متلخبطه. طيب انا عايزاكي تهدي، انت بتعيطي قوي، وانت ليه انا متلخبطه اصلا، انا انكسرت. يعني انا عرفت انا انكسرت واتوجعت قوي، بس هو ذات نفسه ما حسش بوجعي ولا قهرتي، يبقى ما حسش. انسحبي، وكله يبقى ما انسحبي انا مش خالص. عارفه، ما انا حاولت ما عرفتش. انا بعد والدي بقاله سنه، فانا بعده حاسه ان هو الامان والسند، بس خلي، وانا مش شايفاه مع حد غيري. يعني انا عايزاه ليا لوحدي، كل اللي انا طالباه، اصلا انا لسه صغيره، يعني انت كسر بتحبيه؟ فرحتي بجوازي جدا جدا، لدرجه ان انا مش هعرف اتجوز بعده. حياتي وقفت على العيل اللي معايا. طب هو ليه ما فكرش فيا؟ ليه ما شافش فيا الاول اللي انا واخد بنت بنوت وخليتها تخلف مني ومعاها عيل مني؟ فليه ما بقاش عليا انا اللي بقى عليها هي، ورغم ان هي كبيره عنه وكبيره عني. طب انت ليه بتقولي ما بقاش عليا؟ هو ما عملش فيكي حاجة. لا يعني لا هو مش هو بيسيبك، قصدي هو ما بيطلقكيش. لا ده كفايه. انا متطلقه مرتين، في مره واحده لو هو خدها خلاص كده اتحرمت عليه، كان بسببها. انا ما اتطلقتش الا لما عرفت ان هي اتجوزت اللي هو متجوز. بس انا مش عارفه اعيش كده، انا مش عارفه اعيش يبقى عندها وعندي. انا بيبقى عندها بفتكر، بشوف اللي هو بيعمله كوبي اللي عندي هو كوبي اللي عندها. مم. يعني بحس لما يجي لي انا الاول احس ان في حضن متاخد قبلي، مش بحس بحاجه. كنت الاول قلت يا ريتني ما كنت عرفت. انا كنت دلوقتي، يعني انا كنت بتمنى حاليا الموت. بعد بس الشر. ذنب ابني ايه؟ ذنب ابني ايه؟ ذنب ابني ايه ان هو يبقى ليه اب وليه ليه ام، وخصوصا ان هو يعيش مظلوم، يعيش اللي مظلوم او محروم من ابوه او محروم من امه. انا حبيبتي، حياتي وقفت، انت انا حياتي وقفت. لا ما تقوليش كده. مش عايزة لغة اليأس اللي في صوتك دي. لان انا تعبانه قوي، وما بعرفش اتكلم مع حد، لان لما اتكلم يقولوا لي اختيارك مش انت اخترتي. يعني يتقال لي انت عيشي اكنك متطلقه، هو اليوم اللي يجي لك فيه خلاص مش جاي اعتبري نفسك متطلقه. بس انا اللي اعيش كده 27 سنه تعيش كده، لسه في اول جوازه ليها، ده مراته التانيه تقول لي دوري لك على راجل غيره. راجل ايه اللي غيره اللي انا ادور عليه؟ هو انا زيك؟ بتقولك كده بكل برود. ايوه، وتقولي مم. ده انا اللي بختار لبس ابنك، ده انا اللي مختار اسم ابنك، ده انا اللي عامله مش عارف ايه، كانت تغيظني وتضايقني. وهو مش شايف النصيبه، ان هو مش شايف ده، مش شايف ان طب هي اذتني. وانتي بقى هتفرحيها فيكي؟ يعني انتي هتسيبي لها الدنيا؟ هي بتعمل كده عشان انتي اسهل قرار تاخدي قرار طايش وتروحي واخده الواد ويلا مع السلامه انا مش مكمله. ليه طب هتعملي ما انا كده؟ مش عارفه اعيش كده، ما انا مش عارفه اعيش كده. انا حاسه ان انا في امر واقع. انا في سر في الجوازه دي انا هموت واعرفه. اصل مش معقول ان انت هتخسر مراتك وابنك اول عيل ليك عشانها. ما هي هو في سر. معاها فلوس مثلا؟ والله اللي انا شفته بس هو قال لي هي اللي بتصرف، هي اللي بتصرف على البيت مش انا. يعني انا ممكن مم. اجيب الشباسي والكاراتيه والكلام ده، بس ما بجيبش اكل ولا بصرف عليهم هناك. مم. بس بتصرف على بيته ولا كمان ممكن تديله فلوس؟ ما اعرفش دي، انا ما اعرفهاش، لان انا قايله له ما تدخلش فلوس منها عليا. مم. مم. انا وابني مش عايزه جنيه منها. انت من شغلك اصرف عليا. لو هيطلع منك 300 و200 جنيه انا راضيه بيهم، ورغم ان انا عايشه معاه على الحلو والمر والله، انتي سواء في بقالك او ما سنه فيش واحده؟ انا عايشه. بقالك انا دلوقتي فاضل لي كام شهر واتم سنتين. مم. انا المشكله دلوقتي اللي انا معايا طفل، طب ذنب الطفل ايه؟ وخصوصا ان انا من دوله هو من دوله. يعني انا لو قعدت هو مش هيشوفه، وده هيتحرم منه، وده عشان كمان كده ولد يعني كمان عشان هيبقى كده محتاجه. عشان كده مش عايزاكي تاخدي قرار متسرع. اسمعيني لو سمحتي، مش عايزاكي تاخدي قرار متسرع.
عارفة ان اللي انت موجوعة، ويمكن جرحك لسه بينزف، بس اوعي تاخدي قرار متسرع يدفع فاتورته ابنه وابنك. ما ينفعش، ما ينفعش. اللي بيحصل ده يمكن ما يكملش كتير، يمكن دي تكون نزوة في حياته شوية وتخلص القصة. بياخد منها فلوس وبيستغلها لحد ما تفوق فتفهم انه مش معاها عشانها، عشان القرشين اللي معاها. وارد كل ده يحصل، لكن لو انتي سبتيه والموضوع باظ هتعيشي طول عمرك شايفة ان انتي اتظلمتي وابنك هيتظلم، ويا عالم عيشتكوا هتبقى عاملة ازاي، وهتجيبي لابنك، انتي صغيرة، انتي عندك 27 سنة، فهتتجوزي تاني وهتجيبي لابنك زوج ممكن ما يبقاش احسن حاجة. انا عارفة انك مقهورة والله، ومش مش بهون وجعك، بس بقولك ان الخسارة في بعد الاب عن ابنه اكبر بكتير من الخسارة اللي انت بتخسريها دلوقتي. انت دلوقتي بتخسري وزعلانة ومقهورة ومتضايقة، وليه ويعمل فيا كده ليه، وانا حبيته وسبت الدنيا كلها عشانه. لكن اللي برضو لو اتطلقتي هتقولي يا ريتني ما سبته، كنت موجودة وابنه بيتربى قصاد عينه ومعاه، وادي ابنه بيكبر ولاقي اب ولا هو محتاج ابوه. فانا شايفة ان انتي ما تتسرعيش في القرار، ما تتسرعيش، سيبي على الاقل ادي نفسك فرصة سنة كاملة، سنة، سنة عيشي معاه وشوفي الوضع. لعل وعسى تسيبه، لعل وعسى ربنا ما يوفقهمش مع بعض زي ما كانت حامل وسقطت. ما ربنا برضو زي ما تقولي كده مش عايز النصيب ما بينهم يبقى قوي، الطفل ما كملش. طيب خلاص، ما ممكن الايام الجايه ما يرتاحوش، هي تتضايق من استغلاله ليها، هو يتضايق من حاجات معينه فيها. فانا عايزاكي فعلا اتركيه من دماغك وتركي الامر، وعيشي ربي ابنك وتأقلمي مع الموضوع، وشوفي ايجابيات الموضوع. اول ايجابيه فيه ان انت ما تفرحش فيكي، تاني حاجه ان ابنك يبقى قدام عينك وقدام عين ابوه، ويعيش ويطلع انتوا الاتنين في حياته عشان ما تندميش، وربنا يهون عليكي. انا عارفه انها بتبقى صعبه قوي على كل ست، اي حاجه من اكتر الحاجات الصعبه عند الست ان جوزها يتجوز عليها، وبالذات في مصر مجتمعنا هنا بيرفض ده تماما. يمكن في دول الخليج ده عادي ومفيش فيه مشكله، لكن عندنا في مصر الموضوع مختلف تماما. لكن في كل الاحوال طالما ربنا شرعه يبقى ما ينفعش غير نقول سمعا وطاعا. في امور كده مسلمات ما ينفعش فيها نجادل، حتى لو بتوجعنا وحتى لو بتقهرنا. فهدي ودي لنفسك فرصة أرجوكي، وبلاش قرار متسرع وانتي بالحالة دي، خاصة انك منهارة بقالك، عارفة الموضوع بقالك أكتر من سنة وفي نفس الانهيار مش عايز يقف. فخلاص أنا مش عايزاكي تنهاري تاني، عايزاكي تفكري تفكير إيجابي وعملي. ابني ومصلحته، مش عايزة أفرح فيا حد، أنا هعيش وأتأقلم وهدي لنفسي فرصة سنة سنتين، والله الدنيا مشيت بينا تمام، هو سابها يبقى خير وبركة. لسه الأيام اللي جاية مخبيالك حاجات كتير، وإن شاء الله تكون كلها خير، بس ما تتسرعيش. معايا تليفون تاني.